تواصل المملكة المغربية تنزيل مشاريع كبرى في مجال النقل السككي باعتباره رافعة أساسية للتنمية المستدامة ووسيلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. فبعد إطلاق وإنجاز مشروع الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش مرورا بالعاصمة الرباط خلال شهر أبريل الماضي، يأتي اليوم تأكيد جديد على مواصلة تنزيل هذه الأوراش الكبرى من خلال إعطاء الانطلاق لمشروع محطة الدار البيضاء الجنوب، وهو ورش استراتيجي سيساهم في تعزيز الربط بين أهم الأقطاب الاقتصادية للمملكة، وذلك يوم 24 من شهر أبريل سنة 2025. وخلال هذا الموعد تم تقديم البرنامج التطويري لقطاع السكك الحديدية للملك محمد السادس، وهو برنامج يغطي الفترة الممتدة ما بين سنتي 2025 و2030، ويبلغ حجم استثماراته 96 مليار درهم. وقد أعطى الملك محمد السادس بهذه المناسبة الانطلاقة الرسمية لمشروع تمديد الخط فائق السرعة الذي سيربط القنيطرة بمدينة مراكش، حيث انطلقت الأشغال على مختلف المحاور، ومن المنتظر أن يشهد المشروع تقدما كبيرا في مختلف مراحله. وفي إطار استراتيجيته الرامية إلى تقريب خدماته من المواطنين وتعزيز شبكة التنقل اليومي، يعمل المكتب الوطني للسكك الحديدية على تطوير محطات قرب سكية في مختلف ربوع المملكة، وذلك لمواكبة النمو الحضري الذي تعرفه العديد من المدن. وتشمل هذه المبادرة إحداث 3 محطات جديدة للقرب: المحطة الأولى على الخط رقم 1 الرابط بين المحمدية والكليات ومطار محمد الخامس، المحطة الثانية على الخط رقم 2 الرابط بين المحمدية والكلية والدار البيضاء الميناء، والمحطة الثالثة على الخط رقم 3 الرابط بين الدار البيضاء الميناء ومنطقة النواصر. ويرتقب أن تساهم هذه المشاريع بشكل كبير في تحسين التنقل اليومي للمواطنين، إذ ستعزز من موثوقية النقل العمومي إلى جانب خدمات الحافلات الجديدة وخطوط الترامواي، لكنها ستتميز بكونها تعتمد على قطارات القرب التي تتوفر على بنية تحتية خاصة، مما يضمن تقليص المدة الزمنية للرحلات وتسهيل ولوج المواطنين إلى خدمات القطار دون الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة نحو المحطات المركزية. وستكون وتيرة التنقل بين محطة الدار البيضاء الجنوب والمحطة الجديدة لمطار محمد الخامس في حدود 7 دقائق ونصف فقط، وهو ما سيمكن من الاستجابة المتزايدة للطلب على النقل الجهوي والحضري، مع توفير قطار كل 7 دقائق ونصف تقريبا. ويرتكز هذا المشروع على شبكة محطات من جيل جديد تربط المحمدية والكليات وصولا إلى النواصر، مع المرور عبر جميع المحطات المعروفة في مدينة الدار البيضاء، من بينها محطة زناتة ومحطة عين السبع ومحطة البرنوصي، إضافة إلى محطات كبرى جديدة في قلب المدينة. وقد أسندت مهام الهندسة والتصميم والدراسات المتعلقة بهذه المحطات الحديثة إلى مكاتب متخصصة، حيث ستنجز وفق معايير عصرية تستجيب لحاجيات العدالة المجالية وتسهيل تنقل الساكنة. وتمتاز هذه المحطات بتصاميم معمارية حديثة، فضاءات مريحة للانتظار، تجهيزات رقمية لاقتناء التذاكر، ولوحات إلكترونية لعرض مواعيد الرحلات بشكل لحظي. كما تراعي هذه المحطات مقاربة مستدامة من خلال اعتماد الطاقات النظيفة وتوفير ولوجيات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن ربطها بوسائل النقل العمومي الأخرى كالحافلات وخطوط الترامواي. وتندرج هذه الأوراش الكبرى في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال التنمية المستدامة، كما تجسد العزم الراسخ على مواصلة تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية لتطلع بدورها الكامل كعمود فقري لمنظومة نقل مستدامة وشاملة. شكرا لمتابعتكم لحظة مشرقة. إذا عجبتكم الحلقة اضغطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتصلكم كل الأخبار الجديدة.